الحمراء في مهمة صعبة أمام الشناوى لكسر سلسلة 7 مباريات بدون فوز. سهرة رمضانية مشتعلة. تتبارى مولودية وهران ضد نادي مولودية الجزائر في إطار الجولة العشرين من الدوري الجزائري موبيليس يوم الجمعة 20 فبراير 2026 على ملعب ميلود هدفي بوهران. وتحتل مولودية الجزائر المركز الأول برصيد 36 نقطة، فيما تحتل مولودية وهران المركز التاسع برصيد 24 نقطة. وتسعى مولودية وهران لوقف نزيف النقاط وتحقيق الفوز بعد 7 مباريات على التوالي بدون انتصار، وذلك اعتمادا على عاملي الملعب والجمهور، بينما تهدف مولودية الجزائر لاستعادة توازنها بعد الإقصاء المر من دوري أبطال إفريقيا. ونظرا لفارق الإمكانيات بين الفريقين هذا الموسم، أتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل أو فوز صعب لمولودية الجزائر. وتنطلق المقابلة على الساعة 10 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسودان، والساعة 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق، وتنقل على القناة السادسة الجزائرية.